السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم حنان ديليس. اليوم ان شاء الله وكما كتشوفوا غنحضر معكم كنافة بالكريمة والجبن اللي الصراحة راه كتجي رائعة وبطريقتي الخاصة، كاضافات لمسات كيضيفوا لها واحد النكهة خاصة. بقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا هنايا غادي نحتاج واحد 500 غرام ديال الكنافة. انا شريتها جاهزه، كاين اللي كيوجدها في المنزل. صافي كنحاول نقادها. غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعها. وندوز هنا قبل ما نبدا نصايب فيها، غادي ندوز باش كندير معكم الزبده، نخليها طيب على خاطرها وتذوب حتى كتولي لينا لون بني يحيد من هذاك الماء كامل. ندير هنا 2 ديال المعالق. الا خاصنا كنزيد، انا غنقول لكم شحال احتاجيت في الاخير. صافي ملي كنوض الزبده على النار كنجي وكنبدا كنقطع في الكنافه ديالي، نديرها قطع. هي اللي ما غتستعملوهاش في نهارها، من الافضل انكم تحتفظوا بها في المجمد، افضل من انكم تخلوها في التحت. بغيتو تستعملوا هذاك النهار او غير الغد ليه، تخلوها في الثلاجه لتحت. نفكها كامله. صافي كنبدا كنقطع فيها. نخليوهاش طويله باش ما تعذبناش. صافي كما كتشوفوا ملي كنكون فكيتها ولات عندي بهذا الشكل هذا، ما كنخلي حتى بلاصه تكون ما مفكوكاش، ونقطعوها نقصوها من الطول ديالها. كنبداو كنضيفوا الزبده اللي درت هنايا. ضفت 2 معالق اخرين ديال الزبده، وغنبدا ندخلها حتى كتقيس الحبات كاملين ديال العجين او ديال الكنافه. نحس بها كلها تقاست. خاصنا ضروري اننا نرملوها كما كنقولوا باش تجينا مقرمشه وما تجيناش معجنه. ملي نديروها في المول هي كتكون ناشفه، لذلك خاصكم بشوي بشوي حتى تفزكوها مزيان. واللي بغى يستعمل نصف الكميه ينقص، يدير بحال مثلا 250 غرام ديال الكنافه. والزبده كتبقى على حسب الشرباتو ليكم والدهنات مزيان كامله.
نستمر بهذا الشكل هذا حتى كنفزقها كما قلت لكم كامله، نحس بها فازقه ما بقاتش ناشفه ونتوقف. بالنسبه للكريمه كنجي كندير هنا نص لتر ديال الحليب وكنضيف عليه 2 معالق ديال النشا الذره، نضيفو 2 حتى ل 3. درت هنا 3. كنضيف كذلك السكر، نضيفو 2 ديال المعالق، كنحركو صافي. كنردها على النار كنخليها حتى كتجيب الغليه وكتعقد ليا صافي، وكنطفي عليها كما كتشوفوا راه كتعقد ليا كما كتشوفوا. كنضيف ليها هاد الجبن، ممكن طبعا تضيفوا ليها جبن، هذا جبن طاري، ممكن تضيفوا جبلي، ممكن تضيفوا متوفر عندكم او فرomage. صافي نحركو كيعطينا ديك النكهه ديال الجبن صافي. وكندوز دابا كنخليها حتى كتبرد مزيان، وكنضيف عليها جبن الموتزاريلا اللي كنحكو عليها مزيان، وكنخليها احسن حاجه انها تبرد ومن بعد نضيفو عليها. كندوز باش كندهن المول ديالي بشويه ديال الزبده، غير احتياط باش ما يلصقش لينا. اما هي راه ملي كتكون شابعه زبده وملي كتدخل الفران كتطلق ديك الزبده ديالها، يعني ما كتشدش لينا في المول، غير احتياط فقط. كندير وكندوز باش كنبدا كنعمر صافي. كندوز باش كنعمر كما كتشوفوا هاد لي مول هادو ديال الكوب كيك. ممكن طبعا تستعملوا اي مول كتفضلوا، ممكن ديروا غير الكبير، صينيه كبيره وتعمروها صافي. كنبدا كنصايبها واخ كنحط القياس ونحاول نقادو يكون الراس عامر باش ما يتقبش لينا وتهبط لينا الكريمه لتحت.
صافي وكنجيب له الجبن ديالي وكنديرو في هاد الكريمه وكنخلط حتى كتذوب ليا الكريمه مع الجبن. صافي وكنبدا كنعمر هاد الكنافه ديالي من الوسط نعمرهم كاملين. وكنجي كنضيف الفرماج ديالي من الفوق بهذا الشكل هذا. وكنبدا كنضيف الكنافه ديالي من الفوق بهذا الشكل، نحاول نغطيها مزيان باش ما تخرجش لينا الكريمه ديالنا اثناء الطبخ ديالو في الفرن. نحاولوا نقادوها مزيان نضغطوا عليها باش تشد في راسها بنفس الطريقه حتى كنتهي من الكميه كامله اللي عندي. نغطيها ونسد كما كتشوفوا. صافي نطيبها على درجه حراره 180، نخليها تحمر ليا شويه من التحت تبان لينا تحمرات، ونشعلوا عليها الفوق تحمر لينا، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما ضفت ليها السيرو ديالها. ممكن ديروا ليها العسل وكما كتشوفوا غنقطع لكم من الداخل، كتشوفوا كيفاش كيجي داك الجبن من الداخل، والكريمه صراحه كتجي هائله ولذيذه بزاف بزاف، تستحق التجربه.